أكدت مصادر صحفية بأن الاتحاد الجزائري في ورطة بعدما أصر على رفض تسهيل وصول بعثة المنتخب الوطني المغربي لولاية قسنطينة عبر فتح المجال الجوي أمام رحلة مباشرة للخطوط الملكية المغربية من الرباط، وهو إخلال صريح ببنود دفتر التحملات للكاف الذي ينص على تسهيل وفود المنتخبات المشاركة في الشان الجزائري. وكشفت يومية الصباح المغربية في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 يناير 2023 أن الاتحاد الإفريقي الكاف توصل برد من الاتحاد الجزائري خلال الساعات القليلة الماضية يفيد برفض الطلب الذي تقدمت به الجامعة الملكية في وقت سابق، والتي طالبت من خلاله تسهيل تنقل البعثة المغربية المشاركة في كأس إفريقيا اللاعبين المحليين بالسفر من رحلة مباشرة للجزائر. كما أضاف المصدر ذاته أن القرار المذكور سيجر على الاتحاد الجزائري مشاكل وعقوبات من طرف الكاف، مشددا أن المكتب التنفيذي سيجتمع من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن دولا أخرى أعلنت بدورها عن عدم المشاركة في نسخة الجزائر. وعقب هذا التعنت أنهى نظام الكابرانات في الجزائر حلم الجماهير الجزائرية في استضافة بلادهم لنسخة كأس إفريقيا لعام 2025، إذ من المستحيل أن تمنح الكاف شرف تنظيم العرس الإفريقي الأول لدولة ترفض تسهيل وصول الوفود المشاركة لأراضيها، وستسمح للسياسة ونظام العسكر في التحكم في الرياضة.